في ناس كتير أول ما تتجوز بتتخيل إن أصعب حاجة في الجواز هي التفاهم بين الزوج والزوجة، لكن الحقيقة إن أحيانا التحدي الأكبر بيكون في التعامل مع أهل الزوج، خصوصا لو كانوا من النوع المسيطر اللي بيحب يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. ممكن تلاقي نفسك متجوزة شخص كويس ومحترم، لكن والدته أو أخته أو حتى العيلة كلها شايفة إن لها حق تدير حياتكم وتحدد قراراتكم وتعرف كل تفاصيل يومكم. ولو انت في الموقف ده، فالحل مش انك تعملي حرب، ومش انك تسكتي على كل حاجة، لكن انك تتعلمي ازاي تحطي حدود صح وتحافظي على احترامك وعلاقتك بزوجك في نفس الوقت. النهاردة هنتكلم باستفاضة عن الشخصية المسيطرة من أهل الزوج وإزاي تتعاملي معاها بذكاء بدل ما تستنزفك نفسيا. أول حاجة عايزاكي تعرفيها إن السيطرة مش دايما معناها كراهية. في بنات أول ما تلاقي حماتها بتتدخل في كل حاجة تفتكر إنها بتكرهها، لكن الحقيقة إن أحيانا الأشخاص المسيطرة بتكون متعودة تسيطر وخلاص. الأم اللي كانت مسؤولة عن ابنها 30 سنة ممكن تلاقي صعوبة في تقبل إنه بقى راجل مستقل عنده بيت وقرارات خاصة. هي مش بالضرورة بتكرهك، هي أحيانا بتقاوم التغيير، وده بيفرق جدا في طريقة التعامل معاها، لأنك لو افترضتي سوء النية من البداية هتدخلي كل موقف وانت مستعدة للخناق. حددي نوع السيطرة، مش كل سيطرة زي بعضها. في سيطرة على القرارات، وفي سيطرة على الوقت، وفي سيطرة على المال، وفي سيطرة على التربية، وفي سيطرة عاطفية. هقولك مثال. هتقولك مثلا انتوا رايحين فين، اشتريتوا ايه، ليه ما جيتوش النهاردة، ليه ابنك لابس كده، ليه طبخت كده، ليه اخدت القرار ده. لما الأسئلة تبقى مستمرة بشكل مبالغ فيه، فهنا الموضوع مش فضول، هنا في محاولة لمعرفة وإدارة كل تفاصيل حياتكم. أكبر غلطة ممكن تعمليها إنك تدخلي في منافسة. بعض الزوجات بيحاولوا يثبتوا إنهم الأقوى، فتبدأ المعركة، كل كلمة بكلمة، وكل تصرف بتصرف، وكل تعليق برد، وفي النهاية الكل بيخسر. أهل الزوج بيعتبروا إنك بتهاجميهم، والزوج بيتحط في النص، والعلاقة كلها بتتوتر. القوة الحقيقية مش إنك تكسبي المعركة، القوة الحقيقية إنك ما تدخليش المعركة أصلا. الحدود أهم من الخناق. الناس غالبا بتفكر إن الحدود معناها صوت عالي، لكن الحدود الحقيقية هادية جدا. مثلا بدل ما تقولي انت مالكيش دعوة، ممكن تقولي إن شاء الله إحنا هنرتب الموضوع ده، أو متشكرة لرأيك، أو هنفكر في الكلام. ردود قصيرة ومحترمة، لكن في نفس الوقت مش بتدي مساحة للسيطرة. مش لازم تبرري كل حاجة، ودي نقطة بتستنزف بنات كتير. كل قرار بيتحول لتحقيق، ليه وازاي وامتى ومع مين، فتقعدي تشرحي وتفسري وتدافعي، ومع الوقت تكتشفي انك بتتعاملي كأنك متهمة. الحقيقة ان الانسان البالغ مش مطالب يبرر كل قرار في حياته. ممكن تسمعي السؤال وما تدخليش في تفاصيل كتير. كل ما قل التبرير قلت مساحة التدخل. عايزة أقولك حاجة مهمة جدا. زوجك هو المفتاح الحقيقي. لو زوجك نفسه مش قادر يحط حدود، هتفضلي تعاني مهما حاولتي. لأن المشكلة الأساسية مش أهل الزوج، المشكلة إن الزوج أحيانا بيخاف يزعلهم، أو متعود ينفذ أوامرهم، أو شايف إن التدخل شيء طبيعي.
عشان كده الحوار مع الزوج مهم جدا. لكن خلي بالك، ما تهاجميش أهله. قولي أنا محتاجة مساحة أكبر لبيتنا، بدل أمك بتخرب حياتنا. الفرق كبير جدا. ما تشتكيش كل يوم، لأن كتر الشكوى بتخلي الزوج يدافع تلقائي حتى لو كان معاكي حق. لما كل يوم يسمع انتقاد لأهله هيبدأ يقفل ودنه. لكن لما تختار المواقف المهمة بس، كلامك هيبقى أقوى. ما تديش أسرار بيتك للكل. بعض الناس للأسف بتستخدم المعلومات كسلاح. كل ما يعرفوا تفاصيل أكتر بيتدخلوا أكتر. مش لازم كل حد يعرف مشاكلكم، ولا كل فلوسكم، ولا كل خططكم، ولا كل خلافاتكم. كل ما زادت الخصوصية زادت الراحة. افصلي بين الاحترام والطاعة، ودي نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها. احترام أهل الزوج واجب، لكن طاعتهم في كل شيء مش واجب. في فرق كبير بين أكون مؤدبة ومحترمة وبين ألغي شخصيتي تماما. ممكن تحترميهم جدا وفي نفس الوقت يكون عندك رأي مستقل. ما تستنيش منهم إنهم يتغيروا. أحيانا بنقضي سنين مستنيين الناس تتغير، لكن الحقيقة إن بعض الشخصيات مش هتتغير. الحل مش إنك تغيريهم، الحل إنك تغيري طريقة استجابتك ليهم. لأنك ما تملكيش التحكم في تصرفاتهم، لكن بتملكي التحكم في رد فعلك. طيب احنا كده خلصنا ازاي ممكن تتعاملي مع أهل الزوج المسيطرين. طيب عايزة بقى أقولك ازاي تحافظي على سلامك النفسي وانتي معاهم. بصي يا بنتي، السلام النفسي مش معناه ان حياتك تبقى خالية من المشاكل، ولا ان كل الناس تحبك، ولا ان كل حاجة تمشي زي ما انتي عايزة. السلام النفسي الحقيقي هو انك تبقي هادية من جواكي حتى لو الدنيا حواليكي فيها ضغط ومشاكل. اول حاجة، بطلي تحاولي ترضي كل الناس. من اكتر الحاجات اللي بتتعب النفس انك تفضلي طول الوقت مشغولة بسؤال: هم زعلوا مني؟ يا ترى عجبتهم ولا لا؟ يا ترى هيقولوا عليا ايه؟ الحقيقة انك مهما عملتي مش هترضي كل الناس. في ناس لو عملت الصح هينتقدوكي، ولو عملت الغلط هينتقدوكي برضو. عشان كده خلي هدفك انك ترضي ضميرك وربنا، مش انك ترضي العالم كله. اتعلمي تقولي لا. مش كل طلب لازم توافقي عليه، ومش كل حاجة مطلوبة منك لازم تنفذيها. في ناس بتفتكر ان الطيبة معناها الموافقة على كل حاجة، لكن الحقيقة ان الشخص اللي مش بيعرف يقول لا بيتحول مع الوقت لشخص مستنزف ومتعب نفسيا. قولي لا بأدب ومن غير إحساس بالذنب. ما تاخديش كل حاجة على أعصابك. مش كل كلمة تستاهل الزعل، ومش كل تعليق يستاهل الرد، ومش كل موقف يستاهل دموع. في حاجات كتير لو تجاهلتيها هتنتهي لوحدها، وفي مشاكل كتير كبرت عشان اديناها أكتر من حجمها. اسألي نفسك بعد سنة من دلوقتي، الموقف ده هيفرق؟ لو الإجابة لأ، يبقى ما يستاهلش يسرق راحة بالك النهاردة. حافظي على خصوصية حياتك. مش لازم كل الناس تعرف كل تفاصيل حياتك. كل ما الخصوصية زادت الراحة. مش لازم حد يعرف دخلك كام، ولا خططك ايه، ولا مشاكلك ايه. في ناس بتحب تتدخل لمجرد انها عرفت تفاصيل زيادة. اختاري الناس اللي حواليكي. في ناس بعد ما تقعدي معاهم بتحسي انك مخنوقة، وفي ناس بعد ما تكلميهم تحس ان روحك ارتاحت. حاولي تقربي من الناس الإيجابية، وابعدي قدر الإمكان عن أصحاب الطاقة السلبية والنكد الدائم. سامحي نفسك. كلنا غلطنا، كلنا خدنا قرارات غلط، كلنا ضيعنا فرص.
لكن مفيش فايدة انك تفضلي تعاقبي نفسك على حاجة خلصت. اتعلمي الدرس وكملي، الماضي مكان ورا. خلي عندك وقت لنفسك، مش كل يوم مسؤوليات وضغط وشغل وطلبات ناس. اعملي حاجة بتحبيها، اقري، اكتبي، اشربي قهوتك بهدوء، اتعلمي حاجة جديدة، امشي شوية، روحي عن نفسك، لأن النفس برضو محتاجة راحة. حطي حدود للناس، ودي من أهم أسرار السلام النفسي. مش معنى إنك محترمة إن الناس تدخل في كل تفاصيل حياتك، ومش معنى إنك مؤدبة إنك تسمحي لأي حد يتجاوز حدوده معاكي. في فرق كبير بين الاحترام والتنازل. الشخص اللي عنده سلام نفسي بيعرف يحط حدود من غير خناق ومن غير قلة أدب. لو عايزة تحافظي على سلامك النفسي، افتكري دايما ان مش كل الناس لازم تحبك، ومش كل المعارك لازم تدخليها، ومش كل كلمة لازم ترد عليها. احيانا اكبر انتصار في حياتك انك تختاري راحتك النفسية بدل ما تكسبي جدال مالوش اي قيمة. سلامك النفسي مش رفاهية، سلامك النفسي ضرورة. وفي النهاية عايزة أقولك، لو كنت بتتعاملي مع أهل زوج مسيطرين، افتكري حاجة مهمة جدا. انت مش مطالبة تكسبي حب الجميع، ومش مطالبة تثبتي نفسك كل يوم، ومش مطالبة تدخلي معارك ما بتنتهيش. المطلوب منك انك تكوني محترمة وواضحة وهادية وعندك حدود، لأن الشخص اللي يعرف يحط حدود بدون عدوانية هو الشخص اللي بيحافظ على كرامته وعلاقاته في نفس الوقت. وفي النهاية، البيت الناجح مش البيت اللي ما فيهوش مشاكل، لكن البيت اللي أصحابه عرفوا يتعاملوا مع المشاكل بحكمة بدل ما يسمحوا لها إنها تدمر راحتهم وسلامهم النفسي. أشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.